السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من كي واي حياة الظلام. قسما بالله احنا شعب لازم ناخد بالجزمة. م? احنا عايزين فرعون فعلا. احنا بصوا احنا اللي عملنا فرعون. واحنا ايه يا فرعون من فرعونك؟ ما لقيتش حد ايه. راجل عمال يبيع في قصص وحاجات. ايه الافلام دي يا جدعان؟ دي جايه منين النصيبه دي؟ ازاي بقى مايت ايه يعني؟ بقى مايت ايه الافلام دي؟ يا نهار اسود، ده فيلم بقاله من في ال 40 3. يا نهار اسود، الفيلم دي كانت مستخبيه مع مين؟ وتقول لي النبي العب. لا انا عايز، لا انا عايز دلوقتي احمد موسى، وعايز احمد. بصوا كلكم فجروا بقى الحته دي. عايزين ياسمين عز، هاشتاج نعمل هاشتاج كده، ياسمين عز، ياسمين عز عايزينها. الحقي السينما ياسمين عز، هاشتاج الحقي، الحقي تامر. هنسميه كده الحقي تامر. انا هعمله مع الفيلم ده. الهاشتاج هنسميه هاشتاج كده، الشباك ياسمين عز الحقي تامر. لان كده انا هموت والله. فيلم قصه وجميل. باشا سرحان، يعني من هنا متواضعه. ودي مش كيبه كان اسمها امينه شكيب زمان، والتاني واسيا معاها ده نجوم. ايه الحلاوه، ايه الجمال ده. وانور وجدي لما كان لسه ايه، بطوز يعني، قبل ما يبقى انور وجدي. كان لسه ما كانش اتشهر قد كده يعني. وفيلم قصه جميله جدا جدا جدا. والست ميمي شكيب تحب الولد الصغير اللي هو المحامي اللي هو محسن سرحان. كان نجم بقى، كانوا بيعملوه نجم. زي اشمعنى شكري سرحان. يعني يا جماعه الافلام دي كانت بتتشال عشان ابطال ناس. يعني كانوا بيقسموها كده، يموتوا ناس عشان يصحوا ناس تانية. يعني دول محوا تاريخ محسن سرحان. يعني محسن سرحان ما نفتكروش افلام قويه قوي يعني، الا فيلم بتاع اسمه ايه ده، هوانم دي ولا اسمها ايه، اللي عمله اسماعيل ياسين برضه زيه، عمل زيه. آه، اللي كان ظابط وكان متنكر وبتاع. لكن ده طلع محسن سرحان عامل افلام كتير جدا جدا جدا. لا يعني قضوا على محسن سرحان عشان يخلوا شكري سرحان. شكري سرحان على دماغنا، بس انتوا بتعملوا كده ليه في التاريخ يا جدعان؟ يا نهار اسود ومنيل. ده التاريخ تاريخنا وحياة ربنا اقسم بالله. تاريخنا كله بايظ من اوله لاخره. لا سينما ولا بصوا ما تصدقوش حاجه. يعني احنا عايزين نفهم دماغنا كده. كل اللي درسناه غلط. دين، تاريخ، خرا، زفت، اطوان. كل ده لازم يتنسف نشيله من دماغنا. والله بجد كل ده لازم يتشال من دماغنا. ليه؟ لانه كانوا بيعلمونا غلط. بيعلمونا اللي هم عايزينه، بس هم اللي هم عايزينه. استغفر الله العظيم يا رب، استغفر الله العظيم يا رب. ليه؟ ما اعرفش. ليه؟ مش عارف ايه بيعملوا فينا ليه كده، انا مش عارف. يا نهار اسود. يعني اللي بتاعت استوديو مصر اتحرق، ياخد افلام محسن سعاد كلها ضابط. شفتوا المايوهات يا جماعه بتاعت زمان؟ شفتوا المايوهات بتاعت الراجل كان بيلبس مايوه زي الست كده، حاجه على الصدر كده، مايوه غريب جدا جدا. اول مره تشوفوه، واتحدى ان حد يقول لي ان اللقطه دي شافها قبل كده. اتحدى ان واحد قال لي في مايوه جديد. ده المايوه، دي العلامه، دي علامه مميزه. ركزوا قوي على المايوه تاني. اجيبه تاني، هنجيب لكم المايوه تاني، هجيب لكم المايوه تاني، هنجيبه شوفوه. وايه وتضحك عليه بقى امينه شكيب. وكانت كل بتشوف الست الكبيره اللي بتاخد الولد الصغير وتضحك عليه ويخليه يبيع اهله ويبيع ناسه، حتى لدرجه ان هو يروح يسرق سيره امه. فيلم يعني قصه جميله جميله، كل حاجه تمام. بس للاسف الشديد، لا وانا ولا زمانها ولا ابطالها يعني كل دول ابطال. يا جدعان ازاي الناس دي التاريخ بتاعهم فين؟ تاريخهم اتمسح باستيكه. يعني ابراهيم حموده في الفيلم هنا، مثلا لما كان بيغني، هتشوفوه هنا وهتشوفوه في الفيلم اللي جاي كمان انا هنزله. كان صوته جميل جدا 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 جدا. هل لما لقوا صوته حلو قالوا نخسف بيه الارض ويقطع ويسيح دمه عشان خاطر عبد الحليم والناس التانية؟ مش عارف. انا مش عارف البلد دي كانت متساقه ازاي. احنا كنا متساقين زي انتوا كنت، مش احنا بقى اجدادنا كانوا متساقين زي البهايم. اه والله العظيم بهايم. افتح ويحط لهم الكلام في دماغهم. خلاص خلاص بقى. حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل بجد والله. بس لازم نشوف الناس دي، الافلام دي جت منين وعن طريق مين. اقسم بالله وعندي حاجات تاريخيه هقولها، هفجر الدنيا فيها والله العظيم ما حد يعرفها.
اقسم بالله. بس عايز ياسمين عز اللي تفجر القصه دي، لان فعلا لازم نبقى رجاله، لان احنا في زمن كلنا مش رجاله بقى. ده ضحكوا على اجدادنا وجدودنا واللي خلفونا واللي حطونا واللي سبقونا واللي ايه يا جدعان؟ ده ايه القرف اللي احنا فيه ده؟ ايه القرف اللي الواحد عمال يكتشفه ده؟ ده احنا كنا يعني حاجه زفت والله العظيم وما زلنا. جايين يفوقونا بقى وانا عندي 50 سنه، واصحاب الناس دفعه ال 60 ودفعه ال 50. هنعمل ايه؟ هنعمل ايه دلوقتي؟ ده أنا كنت ولعت كنا ولعنا فوائد. ده لو كان والله العظيم في شباب ده كنا ولعنا فيه. حسبي الله ونعم الوكيل، والله حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. يتجن محسن سرحان في الاخر ويخش مستشفى الامراض العقليه فيلم جميل جدا جدا وقصه وحلوه وبتاع. لا يتشل ايه؟ ومحمود المليجي طلع فيه برضه بدول خسيس بقى وبتاع وكلام من ده. ايه يا جدعان؟ ايه يا جدعان؟ حرام عليكم والله العظيم ثلاثه. مين اللي انا والله العظيم نفسي اعرفه ايه الجبار اللي عمل كده. والمصيبه السوداء بقى انك انت تيجي تنشر لو نشرت الفيديو يقول لك حقوق طبعا حقوق. طب اديني امان ان في حقوق طبعا ولا شيء.